بسم الله الرحمن الرحيم. هات لي في اي فريق في العالم اللي عايش النادي الاهلي النهارده. هات لي اي فريق في العالم حقق انجازات السنه دي زي النادي الاهلي. مش هتلاقي. النادي الاهلي عمل كل حاجه ما اظن، ولسه بقيه الموسم لسه شغال. الاهلي عايش بأقوى فترات حياته بصراحه. يعني بصراحه كولر عاوز يحطم ارقام جوزيه وموسيماني واي مدرب جه الاهلي بصراحه. يعني بصوا بقى اي حد، يعني الجماعه بقى الزملكاويه اللي بيتكلموا، الاهلي خد السوبر من الزمالك وانتوا ساكتين، وخد السوبر من بيراميدز وانتوا ساكتين، وخد الكاس من بيراميدز وانتوا ساكتين، وخد دوري الابطال وانتوا قاعدين وساكتين، وخد الدوري وانتوا ساكتين، 5 بطولات وانتوا ساكتين، وخدنا امام وانتوا ساكتين ولا لكم لازمه. هي صفقه القرن دي، انا بعتبرها صفقه القرن. ان هو جاب امام عاشور. طالما الراجل حب النادي، ده حب النادي خلاص. يعني هات لي اي لاعب في العالم ما يحبش يجي النادي الاهلي. يعني اصل قول لي يعني اي لاعب في افريقيا او في العالم العربي ما يحب، هيتمنى يروح انهي نادي؟ معرفني انهي نادي هيتمنى انه يروح غير النادي الاهلي. نادي البطولات، نادي كل حاجه، نادي كل حاجه. كل يوم ما شاء الله، كل فتره مناصه تتويج جديده. انجاز لمحمود الخطيب، انجاز للاهلي، كل حاجه. ما كانش انجاز ناخد صفقه منكم بص، ضرب نار يا باشا. فكل واحد يعني ان احنا خدنا الدرع النهارده واستلمنا الدرع. فانا ما كانش لازم بقى ايه تصريحات بقى ايه قناه الزمالك اللي بتطلع في ماتش زي ده. يعني انتوا كنتوا فين؟ يعني ما احنا كنا ما سمعناش صوتكم يعني. عامة احنا خلينا في موضوعنا، ان اي لاعب في العالم العربي وافريقيا يتمنى يجي النادي الاهلي. النادي الاهلي بينافس ريال مدريد يا جماعة، بس مش هتلاقي غير الاهلي. فالطبيعي ان امام عاشور هيموت ويجي الاهلي. ومضى 5 سنين. حته 5 سنين دي هنقولها عشان تصريحات بس بتاع خالد الغندور. ليه كام تصريح كده ورا بعضيهم. فقول لي يعني ان شاء الله لما ناخد السوبر الافريقي والسوبر ليج يبقى ان شاء الله اقتربنا بشده من نادي ريال مدريد. ما انت بتنافس ريال مدريد، فالطبيعي ان انت حجمك بتقابل اللي زيك. الكبير بيقابل الكبير، بينافس الكبير اللي زيه. في ده بعد كل ده انا ما اتمناش نادي الزمالك نفسه كبوه، رغم ان اتمنى الاهلي كل البطولات، بس انا ما اتمناش ان الزمالك يبقى في كبوه بسبب اعلامه وبسبب رئيس ناديه. يعني انا ما اتمناش بصراحه. فلازم ده كله ينضف، تمام، ينضف ويجي غيره. بس ازاي يعني هينضف؟ انا ما اعرفش. دي مشكلتكم وحلوها. طبعا يعني انا بقى جينا بقى الجانب بقى ان نتكلم بقى على ايه، على جانب التعليقات بتاع خالد الغندور اللي بعد الماتش، بعد الاهلي ما توج، قال لك ان امام عاشور ان كان في المدرجات وكان وشه حلو على النادي الاهلي، وبيتريق عشان التعادل ان هو عارف انه تعادل بفعل فاعل. ضربة جزاء عينك ما اتحسبتش، مش هعقب على ضربتين جزاء تاني، بس ضربة جزاء وش كارت احمر للاعب اللي دب كرامه غير كوره، والجون اللي اتحسب تسلل ومش تسلل فعل فاعل. مش ابن الشناوي عمرو الشناوي اللي قاعد. ما هو جماعه دول متدين عايزين يبوظوا فرحه الاهلي، بس ما علينا. بس ده كلامك بقى يا خالد يا غندور ان وشه حلو على الاهلي. ما ده كلامك اهو. هقول لك انا بقى كلامك، هو فعلا وشه حلو على الاهلي. الاهلي توج بالبطوله، توج بالدوري، وخدنا درع الدوري، يبقى وشه حلو. ما انت صح، هو وشه حلو، بس انت بتقولها بطريقه ايه مستفزه شويه عشان الاهلي يتعادل، رغم ان انت عارف ان الفعل فاعل التعادل. نيجي بقى في التصريح التاني بتاع شيكابالا، بيقول لك انا حشت متابعتي من امام عاشور.
طب ليه يا عم الحاج؟ عشان حساب الاهلي يعني؟ طب ما انت مضيت للاهلي وقلت ده عنده طموحات ومش عارف ايه اشمعنى يعني؟ ما الراجل عنده طموحات ما لسه قايلها دلوقتي، مش هيتمنى يجي النادي الاهلي، هيجي فين يعني؟ اي لاعب انت نفسك تتمنى تيجي الاهلي لانك فعلا مضيت الاهلي. لولا ان كان هيحصل لك مشاكل في الزمالك، الكابتن عادل القيعي قال لك خلاص خد عقدك اهو. شفت انت ايه بقى حاجه وحشه من الاهلي؟ شفت حاجه وحشه من الاهلي انت؟ ما شفتش. الاهلي كان حلو جدا معاك ومية مية. طبعا احنا بقى نتحكم يعني في كل بقى الجانب بقى الفني بتاع النادي الاهلي في الماتش. كولر نزل بتشكيله او بطريقه لعب غريبه. طبعا الاهلي اتعود معاك على يعني على طريقه معينه، ليه تضيعها يعني؟ ليه انت معرفش بصراحه. مش فاهم يعني غيرت ليه او مفهومه ايه. هي ارسل اللعيبه وليه؟ انت الاهلي متعود معاك يعني على نتيجه يعني لعب معين، طريقه لعب معينه، 4-3-3. غيرت انت بقى ايه ب 360 درجه الفريق. يمكن لما عدلت بقى الاهلي ظهر. 70 دقيقه مفيش لعب. احنا مش هنتكلم عن التحكيم لان التحكيم ده هيفضل كده ضد الاهلي، هيفضل ضد الاهلي، هو هيفضل ضد الاهلي التحكيم عامة. واحنا عارفين لازم برضو ناخد اجراء ضد الحكام. هنفضل كده يعني هنفضل كده نتظلم حتى واحنا خدنا البطولة. وماتش تافه، ماتش تافه جدا ملوش اي لازمة. لكن ما علينا، الاهلي توج بالبطولة. فكك من كل ده. مبروك للاهلي ومبروك لينا. وان شاء الله دي كانت نسختها الاخيره البطوله دي ان شاء الله نتوج بقى بالبطوله السنه الجايه بنسختها الجديده ان شاء الله يعني. والاهلي يا جماعه 2023 ما فيش حد زيه في العالم كله، في العالم كله الاهلي. وان شاء الله لسه، ان شاء الله لسه قدامنا بطولتين افريقيين كمان والكاس، وان شاء الله كاس عالم الانديه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد الثلاث بطولات دول. انا عندي ان شاء الله الاهلي في مستوى يحزن لا يحزن. بص ان شاء الله انا عندي امل ان انا ان شاء الله ناخد كاس عالم الانديه. وافتكروا كلامي وخلي بالكم من الفيديو ده. وريت يا جماعه لايك بس، لايك بس، لايك عشان الناس ايه الفيديو يخترع للناس كلها. زي ما قلت يعني انت قدامك 4 بطولات تاني، ده غير ال5 اللي انت خدتهم. ده في حال ان البطوله ايه اتلعب 2023 كاس العالم للانديه. لسه خويل تتقال تلعب 13-12 قدم يتأخر، ما علينا. ده غير ان البطولة الاهلي كان بيطالب ان تترحل لشهر يعني في اخر رابع اسبوع في شهر 9. الاهلي كان بيعد نفسه بتاع، بس الله اعلم البطولة ايه لسه لسه ايه. وان شاء الله ربنا يوفقنا باللي جاي. بس احب اعلق على ايه المدرب بتاع نادي الزمالك ده. هي كلمة أو كلمتين، أنت قليل أدب بس. هي أنت راجل مش محترم، أو كلمة مش راجل. هو مش محترم وعايز تتربى. وأظن الأهلي رباك في الماتش. أنت قليل أدب أصلا يا أخي. سوري يومين وبمي سوري يا ابني. يا عم شوف أنت بتاع كولومبيا أنت عملتوا إيه أنتوا. شوف أنت الأهلي عمل إيه. مش هقول لك مصر، شوف الأهلي آخر 30 سنة بتاعتك دي الاهلي عمل ايه. اللي اتأدب بتاع مدربين يا اخي. مش عارف جايبينك باي هدايه تاخدك